ما شاء الله. لأجل هذه الثقة بسم الله ما شاء الله يا عمر يا ابن الكنانة ما شاء الله عليك، أنا أمنحك التأشيرة الذهبية. كتاب الله كلام الله ما أبهى، كتاب الله كلام الله ما أبهى. أتمنى أن يزداد مع هذا الجمال القرآني والصوت الجميل أن يزداد بعلم الأزهر. نعم إن شاء الله. ويصير قارئا عالما كالشيخ الصيفي رحمه الله. إن شاء الله. متميزة، ذكرتنا بكبار القراء في مصر ما شاء الله. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لم يمت، أحياه الله من جديد في هذا الولد. هذا الشاب، لن أقول الشبل، هذا الشاب من أرض الكنانة، أرض منبت المجودين والمحققين والقراء الكبار. بارك الله بك يا ولدي، أحسنت ثابر وتمسك بالقرآن، فهو لك إن شاء الله نور في الأرض ونور لك في السماء، ويلبس الله والديك تاجا من نور يوم القيامة. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله العظيم. تفضل نايا، تفضل. ابداع. ما شاء الله على عمر، ما شاء الله، تلاوة متميزة، ذكرتنا بكبار القراء في مصر. ما شاء الشيخ الله عبد الباسط عبد الصمد لم يمت، أحياه الله من جديد في هذا الولد. ما شاء الله. عمر هذا الشاب، لن أقول الشبل، هذا الشاب من أرض الكنانة، أرض منبت المجودين والمحققين والقراء الكبار. بارك الله بك يا ولدي، أحسنت ثابر وتمسك بالقرآن، فهو لك إن شاء الله نور في الأرض ونور لك في السماء، ويلبس الله والديك تاجا من نور يوم القيامة. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. الذي أعجبني في أدائه الإخفاء الحقيقي عنده ممتاز عند الشين وعند الدال وعند الزاي بحسب ما قرأ هذه الآيات. كذلك التنقل كان جيدا، ولكن يا بني انتبه، حالة تهبط إلى القرار انتبه، هناك بعض الخروج عن الأداء، بس حينما تهبط. أما حينما ترتفع جواب الجواب أنت مميز، فتح الله لك وبارك بوالديك وبمن علمك. ما شاء الله. عمر، ما شاء الله. شيخ عبد القادر. عمر أيها الشبل الصغير الكبير، أنت صغير سن، كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، ما شاء الله، ولكنك كبير في الأداء في التلاوة. ذكرتنا بعبد الباسط، هذا فعلا تلاوة عبد الباسط لمن يستمع إليه. كنت رائع، موفق في تلاوتك، في انتقالاتك كما ذكر مشايخنا. ما أعجبني فيك أيضا حروف الهمس التي لم تضع منك. سورة الانفطار فيها حرف التاء، هذا الذي يتكرر ساكنا. نعم. فأنت كنت يعني مبدعا فيه، أبدعت فيه بالفعل. تقليدك لعبد الباسط أيضا كنت رائعا فيه، سواء في الشكل، في اليدين، استعمال اليدين، أو في الأداء أيضا. قفلاتك كانت رائعة. وما أدراك ما يوم الدين، كنت رائعا فيها، مميز ما شاء الله. الجديد فيه اليوم أنا سمعته من قبل، الجديد واللي عجبني هو كان يقرأ يجمع أكثر من آية ويتنفس. اليوم كان رائعا في أنه التزم على قدر نفسه. آية المقادير دي آية كنت موفقا، ولا تعد لما كنت عليه في جمع الآيات وأخذ النفس. عمر تفضل. شفت الأدب، كتلة من الأدب تفضل. لو كان غيره لسكت وقال لا أدري. ولا يكون قارئ القرآن إلا مؤدبا. عمر
من أقرأك؟ أمي. ها؟ أمه. شوف هاي الإضافة يا تصفيقة يا بنات. تصفيقة ثانية. هذا الذي كنت أريد أن أعرفه. أمه، الأم مدرسة يا سيدي. صحيح. الأم مدرسة بحق، وأنجبت هذا الولد. كيف تقرئك أمك؟ برنامجها في الإقراء كيف تعلمك كيف تقرئك أمك؟ حفظتني قرب لكن الميكروفون. هي من حفظتني لكن يعني تحفظ القرآن أنت؟ أجل. قرآن أجل. كاملا؟ شوف لا تبقى لي سورة البقرة وآل عمران. يعني ما زالوا بقي البقرة له وآل البقرة عمران وآل ويختم عمران. القرآن ما شاء الكريم. الله. وأمك أين قرأت؟ وعلى من قرأت؟ مالناش دعوه، لا يعرف. مش مشكلتنا. عجبني لما قال أجل أجل، هذه الكلمة الفصيحة يقولها هذا الطفل الصغير. بارك الله فيك. شيخنا ماذا نعم. يلا صفقوا عليه. ما شاء الله. ماذا توجه لأمك من رسالة وأنت هنا تمثل دولة مصر في بلاطو مزامير داود؟ ماذا تقول لأمك؟ قرب الميكروفون. أقول لها شكرا لك على ما قدمت لي وأنك حفظتني القرآن الكريم. ما شاء الله. وبارك الله في أبيك. أبيه وأمه. بارك فيك. وبارك الله في أبيك الذي يرعاك دائما، هو وراء كل نجاح أنت يعني تكسبه. ما شاء الله عليك. بني يا عمر، بعد كل هذا الثناء من سادتنا المشايخ على أدائك، على مظهرك، وأزيدها على ابتسامتك هذه الجميلة ما شاء الله عليك، أنا أريد أن أمتحنك امتحان حقيقي. أريد منك أن تعود إلى ذلك الكرسي لأختبرك اختبار ولكنه صعب. ارجع يلا. مكانك، ارجع مكانك، ارجع مكانك. مستعد؟ جدا جدا؟ ما شاء الله. لأجل هذه الثقة بسم الله ما شاء الله يا عمر يا ابن الكنانة ما شاء الله عليك، أنا أمنحك التأشيرة الذهبية. كتاب الله كلام الله ما أبهى. كتاب الله كلام الله ما أبهى. يطيب القلب من لقياه، ترق العين من رؤياه. يطيب القلب من لقياه، ترق العين من رؤياه. كتاب الله. يستحق التأشيرة. هذا الولد هذا الشاب والله كتلة من الأدب والأخلاق. نعم. كتلة من الأدب والأخلاق. يعني رأيناه خلف الكواليس وأمام الكاميرا هو نفسه. سبحان الله. حباك الله جمالا وكمالا، وجعلك ما شاء الله منارة لتعليم القرآن في للإسلام العالم. والمسلمين إن شاء الله آمين. يا رب. إن شاء الله. نختم معك دكتور جدا، نختم معك. سيد رضوان، نحن لا نريد أن نخرج نسخا من القرآن الكريم فقط على جلال قدر القرآن، نريد أيضا أن نخرج نسخا من الأخلاق الفاضلة والقيم العالية. شوف كما كان يقول الشيخ، كتلة من الأخلاق الفاضلة والأخلاق. شوف اعمل كده كمان مرة. ما شاء الله، تصفيقة عليه. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. كل أدب، كل أخلاق، كل هذا له مستقبل واعد حين يكون شابا، وهو شاب ناشئ في عبادة الله إن شاء الله. نحسبه كذلك إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أتمنى أن يزداد مع هذا الجمال القرآني والصوت الجميل أن يزداد بعلم الأزهر. نعم إن شاء الله. ويصير قارئا عالما كالشيخ الصيفي رحمه الله. إن شاء الله.